انت مالك فرحانه كده ليه يا منى؟ هو انت هتيجي معانا المصيف بجد؟ مش فاهماكي. هو زوزو، تعالي افتح الباب. شكلها منى. منى؟ ما انا اتصلت بيها قلت لها تعالي عايزه. ليه، في حاجه ولا ايه؟ لما تيجي بس هقول لك. تعالي يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. منى عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. تعالي السلام عليكم. منوره. ايه مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله. ايه يا ابني، جبتني ولا عرفت اشتري حاجه ولا ما انا بتاع؟ هقول لكم على خبر حلو. خير. انا حجزت لكم في مطروح. لا والله. اه والله، ما انا عارف انت قاعده لوحدك يا منى ومفيش اي حاجه وجوزك اخويا مسافر حاسس وبتاع. بيا، ربنا يخليك ليا يا رب. فقلت تيجي تطلعي معانا تغيري جو انت مع العيال كده وبتاع، هتقضي اسبوع حلو. ليش يعني؟ ما انت قاعد من بدري. ما انا لسه عارف من شويه. طب قلت ايه امتى اتصل هنروحوا؟ بمنى. على الاسبوع، اخر الاسبوع ده ان شاء الله. طب كويس، في كام يوم اهو، حضر نفسك. ظبطي حالك وما تشغليش بالك باي حاجه، هاتي بس هدومك وما تشغليش بالك. ماشي يا مصطفى، ربنا يخليك، شكرا. بص يا منى، انت كده كده جوزك مسافر وقاعده لوحدك، فتعالي كده كده هتقضي اسبوع مع العيله هتتبسطي. ربنا يخليك يا مصطفى، دايما فاكرني كده يا اخويا ومراضيني. طب بقول لكم ايه، هنزل اجيب حاجه بقى قبل لما انتوا تقعدوا مع بعض انا شويه لحقت كده. اشوفك. ما انا جاي تاني هجيب حاجه من تحت وجهي. طيب ماشي، يلا هجيب لكم حاجه ماشي. تشربوها بس. هستناك ما تتاخرش. ماشي يا منى، مش هتاخر عليكم ما طيب تقلقيش. تمام. انا هنزل بقى. زوزو عايزه حاجه؟ انت مالك فرحانه كده ليه يا منى؟ هو انت هتيجي معانا المصيف بجد؟ مش فاهماكي. هو يعني الموضوع ده مضايقك؟ اصل انت كل خروجه نطلنا فيها، كل ما نروح في حته نطلنا فيها. كمان المصيف انا طالعه انا وجوزي وعيالي، هتيجي معانا؟ انا ما قلتش لاخويا ان هو ياخدني، هو اللي اتصل وجابني وقال لي تعالي اعمل لك مفاجاه. انا ما طلبتش ولا اتقلت عليه. مش معنى ان جوزك مسافر يا منى انك تفضلي لازقنا في كل مشوار وكل فسحه. انا عايزه اتفسح انا وجوزي وعيالي. وانا العقبه يعني اللي بينكم؟ ما انت جايه وانا قاعده في طفله كل صغيره خروجة. يعني بتخلي بالك عليا مثلا ببقى مسؤوله منك؟ ما انت كده مسؤوله مننا، ما انت مسؤوله مني. انا مسؤوله من اخويا ومسؤوله من جوزي، مش مسؤوله منك انت. بس مش للدرجه دي يعني يا منى، مش لدرجه تيجي معانا المصيف الاسبوع اللي بنستناه من السنه للسنه. خلاص يا زوزو، لما يجي مصطفى قولي له ان انت مش حابه ان انا اكون موجوده. لا مش هقول له، وياكي تقولي له ان انا قلت لك كده. انت كده بالادب كده والذوق اياكي تقولي له؟ تقولي انت له. بتهدديني ولا إيه؟ انا مش فاهمه. بهددك. انت تقولي له انا مش عايزه اطلع معاكم. يقول لك ليه؟ قولي له ان انت كده اللي عندك دم وما اقول. لا انا لو سالني هقول له مراتك مش حابه وجودي، مش هكدب عليه. اكدب عليه ليه؟ يعني انت عايزه تعملي كمان مشكله؟ وانت عاجبك اسلوبك وطريقتك معايا، بتتكلمي معايا بالاسلوب ده؟ هل الاسلوب دوت ينفع ان انت تتكلمي معايا بيه؟ ما هو ما ينفعش برضه انك كل خروج المفروض يبقى فيه احساس كده، فيه دم. انت لوحدك تقولي له لا انت رايح انت وعيالك ومراتك، توكلوا على الله، انا مش ماليش لازمه. على فكره ربنا اللي عالم انا كنت هعمل ايه. انا ما كنتش هبقى تقيله عليكم، انا كنت هصرف على فكره زيكم، مش هتقل باخويا ولا انت عارفه تقل ان انا عليه. مش بتكلم على فلوس يا منى، امال بس متضايقه مني بتفضلي ليه؟ قاعده لنا كده في كل خروجه، نروح البحر قاعده معانا، نروح نتفسح جايه معانا. لا يا ستي، اشبعي باخويا واشبعي بالبحر. ربنا يهنيكي، بس اللي انت عملتيه فيا هيتعمل فيكي، علشان انا ماليش حد ماليش غير اخويا، وانت برضو متقله بالموضوع دوت. مش مسامحاكي يا زوزو، وانا هسيبك تتهني بيها، بس انا مش مسامحه، خلي بالك. براحتك يا منى، كده كده انت اللي غلطانه اصلا. كل حاجه محسوبه معانا محسوبه معانا. الحمد لله هي اتقمصت ومش هتيجي معانا، بس لو واحد قالت لمصطفى ما اعتقدش، بعد ما قلت لها ان هي ممكن تخفي بالبيت، ما اعتقدش ان هي تقول. ان شاء الله ما تقولش، ولا تقول بقى.